بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من رياكت مع هشام. النهاردة هنسأل سؤال صعب جدا: ايهما تفضل، الاهلي يواجه الوداد ولا صن داونز؟ تعال اقول لكم كده. في ناس كتير بتقولك الوداد احسن للاهلي، يعني النسخة دي اضعف شوية. في ناس تقولك لا، صن داونز بتوع شمال افريقيا دول بيبقى جمهورهم رخم. في ناس تالتة تقول لك لا، احنا لينا طار عند الوداد. في ناس رابعة تقول لك احنا لينا طار عند صن داونز. احنا لو جينا نحلل كلام الناس دي كلها هتلاقي انت ليك طار عند صن داونز. عندك خدنا ماتش في المجموعات 5-2، وتعادل معانا 2-2. ولو جينا بصينا على الوداد برضه لينا طار معاه على اللي حصل الموسم اللي فات. خدوا النهائي مننا 2-0 في المباراة الشهيرة اللي هي الطبخة اللي عملها الاتحاد الافريقي مع الاتحاد المغربي، او بالتحديد فوزي لقجع. فانت ليك طار مع الاتنين، فدول يركنوا على جنب بقى الناس اللي بتقول ايه انا ليا طار مع ده وانا ليا طار مع ده. وبالمناسبة انا ماليش، يعني ما بحبش كلمة انا ليا طار مع فلان او مع فلان. احنا النادي الاهلي دي كورة، مكسب وخسارة، ماشي اوكي حصل مشكلة بتاعت ماتش الوداد اللي فات، بس هو مش طار. ممكن طار كروي، عايز تسميها طار كروي اوكي، سميها زي ما انت عايز. ده بمناسبة لينا طار عند ده، لا انت ليك طار عند ده وطار عند ده. طيب اوكي، لو جينا للناس التانية اللي بتتكلم وبتقول الوداد الحلقة الأضعف شوية، لا أنا مش مع النقطة دي. أولا فرق شمال أفريقيا أدينا شفنا جمهور، حتى الرجاء أقل من الوداد، وأنت هناك قفلت دفاعاتك وقلنا بندافع بس، والجمهور هناك صعب جدا. أديك شفت كان عامل إزاي امبارح، وساعة ماتش الرجاء كان عامل إزاي معانا. فأنا رأيي موضوع برضو الجمهور ده صعب، والأجواء هناك صعبة جدا جدا جدا، حتى لو الوداد اقل شويه في الكواليتي. فالنقطه دي برضو يعني ايه، فيها وعليها يعني. عندك الناس اللي بتقولك لا نقابل صن داونز. يعني انا رايي هما يعني كلامهم بيقول ان صن داونز دفاعه مش قوي، في مشاكل كتير. انا هحلل النقطه دي في صن داونز في الاخر يعني. بس في ناس بتقول ان دفاع صن داونز فيه مشكله كبيره وممكن احنا نستغلها، وكمان احنا ما بنلعب مع دول جنوب افريقيا بتبقى احسن لنا، يعني بنبقى مش ملاش حساسيه قوي زي ماتشات شمال افريقيا. انا رايي ان لا يا جماعه، ولا طار مع ده ولا طار مع ده، ولا ده حلقه اضعف ولا ده احسن نقابله. انا شايف ان اللي عايز ياخد بطوله او النادي الاهلي، لا احنا نلعب اي حد. كسبت خسرت، بس انت ما تخافش انك تقابل فريق. انت تقابل اي فريق هو اللي لازم يقلق منك. انت 10 دوري ابطال افريقيا، انت ما فيش حد اصلا يعني. انت اقرب واحد ليك الزمالك 5 يعني. لا لا لا، في فرق كبير يا جماعه في البطولات، في فرق في الخبرات. انت ده رابع نهائي توصله ان شاء الله. انا مش عايز اقاطع، بس ان شاء الله باذن الله باذن الله احنا لعبتنا رجاله، وهنعدي من ماتش يوم الجمعه بمكسب برضو ان شاء الله باذن الله. عندك بقى لو مسكت لك انا يعني الوداد اوكي، الوداد فعلا اضعف فنيا شويه وتقدر تعديه. يعني حتى يعني لو صعدت للنهائي مع الوداد، انا اعتقد ان الوداد ماشي بالامكان قوي 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 قوي، يعني هنسبة تتعدى ال 50% انك تعديه. مع صن داونز ماشي النسبة هتكون 50 50. ليه 50 50؟ اولا مارسيل كولر اتخدع، مش اتخدع، واجه صن داونز بطريقه غلط خالص، سواء ماتش الذهاب او ماتش العوده. صن داونز ما ينفعش تفتح له خطوطك، وبرضه ما ينفعش تقفل خالص. صن داونز بيعتمد على حاجه مهمه جدا محدش واخد باله منها، ان هو فريق بيضغط من قدام جامد جدا، ولياقتهم عاليه جدا علشان يعني بتلاقيه لحد اخر الماتش واقف على رجليه. كان قدام الوداد ناقص لعيب وبيلعب لحد اخر ثانيه. فهم لياقتهم عاليه جدا جدا،
بيضغطوا من قدام قوي، وبيهاجموا بعدد كبير من اللعيبه، بيحاولوا يخوفوا الفريق اللي قدامهم انه يفتح، انه يهدد دفاعهم، لاسباب ان هو مش عايزك تعرف نقطه ضعفه اللي هي دفاعه فعلا وحش. صن داونز فعلا دفاعه امبارح بان انه عنده اخطاء كبيره جدا. يعني سيبك من الجون، ويليامز جون فظيع، جون جامد قوي الجون بتاعهم. بس دفاعهم، انا ليه بتكلم عن صن داونز اكتر كده؟ لان انا شايف ان صن داونز هو اللي هيصعد. صعب قوي الوداد يكسب هناك، او صعب حتى يتعادل 1-1. لا، صن داونز بالشراسه بتاعته، يعني ده لعب هناك في المغرب، يعني ايه ده، كانوا بينقلوا الكوره بمنتهى السهوله كانهم على ملعبهم. بس هناك عندهم على ارضهم هيبقى في شراسه هجوميه تانية خالص. واعتقد الماتش ممكن يعدي ال 2-0 لصن داونز، او ممكن يعني الوداد لو جاب جون يعني 3-1 4-1 كده يعني. فعشان كده انا بس بتكلم على صن داونز اكتر، وخاصه بالذكر قوي. صن داونز لو دفاعه اتضغط عليه كويس، وانا مقفل ورا الناس اللي بتعمل الضغط كويس قوي، وناس معينه طبعا. زواني بتاعهم ده لعيب خبره بتاعهم، والمهاجم بتاعهم اللي اسمه الطويل ده شالوليلي ده. دول لو اتمسكوا كويس والمساحات اتقفلت عليهم كويس، اعتقد احنا هنا هنقدر نسجل جون واتنين، وممكن تلاتة كمان. على فكرة دفاعهم فعلا لو اتلعب عليه صح هتجيب اجوان سهل جدا 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 جدا. وانت ورا تتعامل مع الناس، يبقى في تركيز طول الماتش. هتلاقي الموضوع هنا خلصته 2-3، اقفل على كده، روح هناك. هتعمل زي ماتش الترجي بس مش قوي، لان انت لازم تستغل اخطاء دفاعهم هناك. انت في عز ما انت كنت في الماتش اللي فات ده هناك مش كويس، جبت جونين حتى لو بمجهود فردي بتاع بيرس تاود، بس ده لا يأكد لك ان دفاعهم مش كويس. فانا رايي ان احنا، لا، احنا هنلاعب اي حد. الوداد صن داونز مفيش مشكله، بس انا شايف ان احنا يعني بنسبه 80 85% صن داونز في النهائي، وباذن الله اكتر من 99%. دي ثقه زياده انا عارف، معلش يعني، ده الاهلي يا جماعه. ان الاهلي برضو في النهائي. فماتش صن داونز، رايي ماتش القاهره احنا لازم نضغط على الدفاع ده ونستغل الضغط الجمهور بتاعنا، ونكسب 2-0 3-0، ونحرص اللي احنا ما يجيش فينا اهداف. وهناك هنعرف نقفل كويس ونلعب على المرتدة صح. واهم حاجة التركيز التركيز التركيز. واعتقد بالطريقة دي نقدر ناخد ال11، وهنقدر نثبت اللي احنا اللي اقوى فريق تكتيكيا، وليس على المستوى الفردي. احنا مش فريق فردي، احنا فريق جماعي بس. واتمنى اشوف برضو ارائكم، واللي عنده وجهة نظر مختلفة يقول لي في اي كومنت. وما تنساش تعمل شير ولايك وتشترك في القناة لو مش مشترك. واتمنى ان انا اكون وفقت في الحلقة دي، واتمنى اسمع اراء حضراتكم. يلا، سلام عليكم.